الفيديو ده النهارده هنتكلم عن العملات بتاعة النسر الجمهوري. العملات دي عايزك تركز فيها جدا عشان خاطر العملات دي مطلوبة على الايباي بأسعار خرافية ب3000 جنيه و5000 جنيه للقطعة الواحدة، حتى مش ل10 قطع أو 15 قطعة، للقطعة الواحدة تقدر ب3000 جنيه أقل شيء. تمام، فعايزك تركز معايا في الفيديو، تحضر ورقة أو قلم جنبك وتكتب كل البيانات اللي أنا هقولك عليها. ولو حابب تاخد بالأسعار تقييم الأسعار اللي أنا بذكره في الفيديو براحتك، مش حابب سعر انت بنفسك الحاجة دي ليك انت تملكها، انت اللي تسعر براحتك عشان ما نختلفش في موضوع السعر ده. بس خلينا قبل ما نبدأ زي ما احنا متعودين نصلي على سيدنا النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وتكون اول عملة معانا النهاردة الواحد مليم بتاعة النسر الجمهوري، اصدار سنة 1960 وانتهى اصدارها سنة 1966، معمولة من مادة البرونز والألمنيوم، بوزن 1.8 جرام، والقطر بتاعها 16 مليمتر، والسماكة 1.5 مليمتر. بسعر للأنصر للحالة الأنصر اللي هي حالة البنك ب550 جنيه بواقع 11 دولار. تخيل عملة معمولة من البرونز والألمونيوم ب550 جنيه للقطعة الواحدة، مش لكام قطعة، لأ للقطعة الواحدة ب550 جنيه بواقع 11 دولار. نخش بقى على تاني عملة معانا النهاردة اللي هي ال2 مليم، إصدار سنة 62 وانتهى إصدارها سنة 1966، معمولة من مادة البرونز والألمنيوم، بوزن 2.33 جرام، والقطر 18 مليمتر، والسماكة 1.5 مليمتر. بسعر للأنصر 450 جنيه بواقع 9 دولار. ودي متوسطات أسعار، يعني في أسعار أغلى من كده، يعني أنا لقيت للعملة ديت سعر أكتر معدي من 15 دولار. تمام، واضرب أنت بقى في 50 جنيه سعر البنك دلوقتي. تمام، بس أنا بجيب لك متوسط السعر ما بين واحدة تم عليها أوفرات كتير وواحدة اتباعت قبل كده، فأنا بجيب لك متوسط السعر، وأنت زي ما أنا قلت لك أنت اللي هتسعر بدماغك الحاجة دي بتاعتك أنت مش بتاعتنا إحنا. تمام، نخش على تالت عملة ال5 مليم أو ال5 مليمات، إصدار سنة 1960 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1966، معمولة من مادة البرونز والألمنيوم، بوزن 4.7 جرام، والقطر 21.1 مليمتر، والسماكة 1.55 مليمتر. أنا بقولك البيانات دي عشان ما يضحكش عليك لو أنت بتشتري، فأنت بتوزن العملة وتقيس القطر بتاعها بالمقياس بتاعها طبعا العادي، وتشوف السمكة بتاعتها. تمام، الحاجات دي بتفرق جدا عشان محدش يضحك عليك في العملات دي. بسعر الأنصر للقطعة الواحدة 3950 جنيه بواقع 79 دولار. نخش على العملة اللي بعد كده ال5 مليم، بتاعت إصدار سنة 67 وانتهى إصدارها في سنة 1967، معمولة من مادة الألمنيوم، بوزن 1.48 جرام، والقطر 21 مليمتر، والسماكة بتاعتها 1.9 مليمتر، وخفيفة جدا عشان هي كلها أساسا 99% معمولة من الألمنيوم. بسعر الأنصر للقطعة الواحدة 150 جنيه بواقع 3 دولار. العملة اللي بعد كده ال10 مليمات، إصدار سنة 1958 وانتهى إصدارها سنة 1966، معمولة من مادة البرونز والألمنيوم، بوزن 4.75 جرام، والقطر 23.2 مليمتر، والسمكة بتاعتها 1.7 مليمتر. بسعر الأنصر 6750 جنيه بواقع 135 دولار. وعايز أقول لك حاجة، ده أقل سعر أنا جايبهولك، لأن في أسعار معدية ال170 دولار للقطعة دي. تمام، وكل كميات السك على فكرة يعني انا مش لاقي لها كميات سك معتمدة، فعشان كده انا حبيت اخرجها بره الفيديو. تمام، نخش على 10 مليمات، إصدار سنة 67 وانتهى إصدار سنة 1967، بوزن 1.75 جرام، والقطر 23.35 مليمتر، والسماكة 1.85 مليمتر، وبرضه 99 أو 98% ألمنيوم معمولة. بسعر الأنصر 50 جنيه بواقع 1 دولار. ال5 قروش بقى، إصدار سنة 1967 وانتهى إصدارها سنة 1967، معمولة من مادة النحاس والنيكل، بوزن 4.2 جرام، والقطر 25 مليمتر، والسماكة بتاعتها 1.3 مليمتر. ودي كمية السكة أنا لقيتها 10 مليون و800 ألف قطعة. كمية السك بتاعت 10 مليون 800 ألف قطعة. بسعر الأنصر للقطعة الواحدة 200 جنيه بواقع 4 دولار. الأسعار على الحالة الأنصر، حالة العملة، شكل العملة يبقى حالته زي البنك. تمام، الأسعار دي سعر الأنصر، عشان لما تسمع كلمة أنصر دي تفتكر دايما حالة البنك، عشان محدش يقول لي معايا حالة رديئة معايا حالة بتاع فعايز أبيعها بالأسعار دي. مش هينفع طبعا، مستحيل. زي ما احنا قلنا ب200 جنيه بواقع 4 دولار.
ال10 قروش بقى دي أغلى العملات، اللي هي العملات الفضة في الفترة الجمهورية ديّة، إصدار سنة 1960 وانتهى إصدارها سنة 1966، معمولة من مادة الفضة بوزن 7 جرام والقطر 26 مليمتر والسماكة بتاعتها 1.3 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 502,500 قطعة فقط لا غير. بسعر الأنصر 5000 جنيه بواقع $100. نخش بقى على 9 عملة، ال10 قروش إصدار سنة 67 وانتهى إصدارها سنة 1967، معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 6 جرام والقطر بتاعها 26.7 مليمتر والسماكة بتاعتها 1.45 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 13,200,000 قطعة، بسعر الأنصر 250 جنيه بواقع $5. نخش بقى على العملة اللي بعد كده، الريال أو ال20 قرش، إصدار سنة 1960 وانتهى إصداره سنة 1966، معمول من مادة الفضة بوزن 14 جرام والقطر بتاعها 33 مليمتر والسماكة بتاعتها 2 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 402,500 قطعة، يعني ما كملش حتى نص مليون، 402,500 قطعة، بسعر الأنصر للقطعة الواحدة 7000 جنيه بواقع $140، وده أقل سعر أنا جايبه في العملات الفضة بالذات، عشان خاطر ما تقولوش إن أنا ببالغ في الأسعار. بسعر الأنصر زي ما أنت شايف أساسا هي نادرة، مفيش منها إلا 400,000 قطعة من سنة من الستينات، الستينات القرن الماضي، تمام. فالفكرة إن هي نادرة جدا، ولذلك سعرها 7000 جنيه بواقع $140. اوعى حد يضحك عليك في العملات دي بالذات. بعد كده نخش على 10 مليمات بس من غير كلمة مصر اللي كانت بتبقى مكتوبة فوق العدد. إصدار سنة 58 وانتهى إصدارها في نفس السنة 58، معمولة من مادة البرونز والألمنيوم بوزن 4.75 جرام والسماكة 1.45 مليمتر، بسعر الأنصر للقطعة الواحدة 350 جنيه بواقع $7. نخش بقى على آخر عملة معانا النهاردة، ال5 قروش، إصدار سنة 1960 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1966، معمولة من مادة الفضة بوزن 3.5 جرام والقطر بتاعها 21 مليمتر والسماكة 1.3 مليمتر. وديت أنا ملقتلهاش كمية السك بتاعتها، بس باين من إن سعرها 3000 جنيه للقطعة الواحدة بواقع $60. ده يدل ان هي نادرة جدا في السوق، تمام. وطبعا زي ما انا قلت لك وبتاع ده اصدار سنة 60 وانتهى اصدارها سنة 66، فطبعا عقبال ما العملة توصل لك في حالة انصر او حتى حالة جيدة، فده يعني شيء نادر جدا، تمام. فهي هتلاقيها معاك بس ممكن تلاقيها بحالة رديئة. بس كده يا جماعة الفيديو يكون خلص، وانا ما حبيتش اطول عليكم عشان عارف احنا في رمضان وكده وده شهر عبادة، فانا ما حبيتش الصراحة والله اطول الفيديو عليكم اكتر من كده، وحبيت اقول لكم الملخص بسرعة بتاع الفيديو. لو اول مرة تشوفنا، ولو اول مرة تشوف القناة واستفدت منها باي شيء، فيا ريت تشترك معانا عشان نكبر، نبقى عيلة كبيرة كده. يعني احنا قربنا نخش على 15000 مشترك باذن الله، فعايزين نوصل 15000 مشترك قبل ما نخلص شهر رمضان باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.